صباح الخير. النهارده هنعمل طاجن الباميه باللحمه بطريقتي البسيطه قوي. على مدار سنين عملت باميه كتير، وكالعاده في كل مره بعملها بحب اغير فيها لحد ما وصلت للطريقه دي. ازاي الباميه تبقى طعمها رهيب وفي نفس الوقت تبقى مريحه وخفيفه على المعده، اللي هو هنحقق المعادله الصعبه: طعم وريحه رهيبه وفي نفس الوقت بدون دهون كتير وما تتعبناش بعد الاكل. بجد يا جماعه لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها في كل مره تعملوها فيها. شايفين الجمال؟ هي بتتكلم عن نفسها. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. يلا بينا نبدا. اول حاجه، انا ما بحبش اعمل الباميه المجمده، دايما بحب في كل خضار يبقى الخضار فريش. الباميه دي فريش يا جماعه، انا لسه جايباها. بصوا، انا عملت الباميه كلها ووضبتها بالشكل ده، بس مخليه كام واحده كده وضبهم معاكم عشان تعرفوا الطريقه اكتر. احنا بنلف كده بالسكينة على اول راس البامية من فوق بشكل دائري، وبعدين بنقطع الحتة دي من تحت كده وبنفتحها فتحة بسيطة من النص. الطريقة دي طريقة تقميع البامية دي انا معتمداها من بدري قوي، يعني دي طريقة مامتي اصلا. بصوا، بنلفها بشكل دائري كده وبعدين بنشيل الحتة دي من تحت وبنفتحها من النص. وهنعمل كمية كلها بنفس الطريقة. في واحدة كمان هنا معانا برضو كده. انتوا عرفتوا الطريقة اكتر. عملت كذا واحدة معاكم، بعدين بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. انا زي ما قلتلكوا انا عاملاها اصلا، يعني عاملاها كلها وسبت كام واحدة بس اعملها معاكم. بس بنفتح عليها بقى الحنفية كده، بنغسلها غسلة محترمة، يعني غسلتها حوالي 10 مرات. وفي المصفى انا بغسلها في المصفى، او ممكن تنقعها في حاجة وبعدين تسيبوها في المصفى تتصفى. وهنا بقى معايا الحلة بتاعتي، رفعتها على النار ونزلت فيها بمكعبين من الزبدة ومعلقتين من زيت الذرة. بصوا معايا بصلاية هنا حجم كبير مقطعاها صغنن كده، مش فرماها في الكبة ولكن ممكن تفرموها في الكبة، بس انا كسلت اطلع الكبة بصراحة. بصوا هنديها تشويحة بسيطة. انا مش هحمر البصل عشان زي ما قلت لكم في اول الفيديو تبقى خفيفة على المعدة وما تتعبناش بعد الاكل. انا بس خلي البصل يدبل. طبعا عملت كيلو من البامية. كيلو البامية ياخد كيلو الا ربع من عصير الطماطم. هنا الطماطم زي ما انتم شايفين غسلتها كويس قوي، وهنقطعها وهنفرمها في الخلاط فرم ناعم جدا. طبعا انا اللحمة مش هحطها مع البامية. انا بحبش اللحمة بالصلصة بتاعت البامية ابدا. اللحمة انا طبعا سلقتها سلقة عادي خالص، يعني انا اللحمة اديت لها تشويحة كده في معلقة زبدة. وبعدين سلقتها في مية عادي، حطيت عليها مية مغلية، ورق لوري وحبهان وعود قرفة وواحدة جزراية مقطعة سوري، وسلقتها عادي. بس انا ما بحبش احط اللحمة مع البامية وتشرب من صوص البامية، ما بحبش خالص. كل حاجة فصلينها لوحدها. ولكن الفيديو بتاع اللحمة انا سلقت معاكم لحمة كتير قوي، فيديوهات كتير قوي، هسيب لكم لينكاتها في صندوق الوصف. بصوا البصله هنا بيضه زي ما هي دبلت، بس زي ما قلت لكم هننزل عليها بعصير الطماطم. الطماطم ما صفتهاش ولا اي حاجه، ولكن فرمناها فرم ناعم وعلى نار عاليه بقى. الملح ظبطوه نسبي حسب الذوق، وهنحط لها كمان معلقه كبيره من البابريكا، وده بيفرق في اللون، بيديها تست عالي قوي في اللون. بصوا انا ضفت ملح تاني تقريبا عشان الملح كان قليل بس، ومش هنحط لها اي حاجه تاني غير سوري يا جماعه، انا في الاول ضفت نص معلقه من السكر، وده بيعدل حموضه الصلصه، يعني ما بيخليش الاكل يعمل لنا حموضه بعد الاكل وما يتعبناش. وهنا غلت غلوه واحده ونزلت عليها بفصين توم مفرومين، وده برضو بينقل الباميه لحته تانية خالص. هو مش بتحسوا بطعم التوم فيها، لكن فص التوم ده بيديها تست عالي قوي، بينقلها في حته تانية حرفيا. وهنا الصلصه كانت غلت غلوه واحده بس، انا مش بسبكها زي ما قلت لكم. التسبيك ده غلط جدا في اي خضار، وبعد الاكل بيتعب المعده قوي.
بيتعبنا بجد وبيعمل حموضة عالية جدا. ولكن نص معلقة السكر اللي حطيناها قبل ما الصلصة تغلي، يعني اول ما تضيفوا الطماطم بتضيفوا نص معلقة سكر في اي نوع خضار، بيظبط حموضة الصلصة، ما بيخليش فيها حموضة اطلاقا. وهنا كنت نزلت بالبامية كلها واسيبها تغلي على البامية غلوتين بس عشان البامية ما تتهريش. وبعدين نزلت بكوباية واحدة من شوربة اللحمة، برضو غلت نص غلوة كده، وبعدين قفلت عليها النار خالص. دلوقتي بقى نزلت كده بنص معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الاسود. انا دلوقتي يا جماعة طافية عليها تماما، طافين النار. اوكي، يعني التوابل للخضار بحطها بعد ما بقفل النار، لان حطينا بقى توابل وهي بتغلي بيخلي لون الصلصة دي يبقى غامق، والكمون بيمرر في الخضار. نصيحة يعني، خدوا بالكم من تركة التوابل دي. دلوقتي بقى نحطها في طبق التقديم بالشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اوصفلكوا هي قد ايه رهيبة، حرفيا حاجة كده رهيبة. جربوها على طريقتي هتعتمدوها دايما. وهنا اللحمة المسلوقة اهي معانا زي ما قلتلكوا. تقدروا تحطوا اللحمة في حلة البامية بعد ما تتسلق وبعد ما تقفلوا على البامية، بتبقى لذيذة برضو. بس انا ما بحبهاش زي ما قلتلكوا بالصلصة، بحبش اللحمة بصلصة البامية ابدا، مع شوية رز بالشعرية او رز ابيض. بصوا في حتة تانية بجد الوجبة دي. ده غير انها اصلا مفيدة وكلها حديد، يعني مفيدة فيها عناصر غذائية كتير. وبس كده.